الأستاذة الصحفية اللامعة والزميلة أيضا منى مدكور. أهلا بيكي معانا في القاهرة اليوم. منى مهندسة دخلت الصحافة وبقت نجمة. منى هي الصحفية اللي قررت تعرف هو إيه اللي بيحصل في سينا بالظبط يا جماعة، يلا بينا نروح هناك. ورحتي سينا. صحيح. قعدتي كام يوم واحكي لي إيه الإرهاب اللي في سينا، إيه حكاية الإرهاب في سينا؟ الإرهاب في سينا بقى أسلوب حياة. بقى أسلوب حياة. أسلوب حياة. بكل أسف. يعني إيه؟ يعني بقى عادي جدا ان حضرتك تعيش اجواء حرب طول الوقت، سامع ضرب نار، ناس بتموت، اصوات الكلاشينكوف والآلي تقدر تميزها من كتر ما الناس ما اتعودت لما بتضرب في الهواء تقدر تميز اللي بيضرب ده اي نوع من انواع الاسلحه. عند الناس عاديه قاعده يقول لك ده رشاش، لا ده مسدس، لا ده احمد بيضرب من الطلاق كده يعني. ده صحيح. ده شيء عبقري. اهلا بيكي. طبيعي انك بقيت بتسمع تم استهداف مقر ومؤسسات الدولة والكمائن طول الوقت، سقوط ضحايا سواء كان من المدنيين. رد فعل الناس ايه؟ يعني ناس انت بتقولي طبيعي طبيعي طبيعي، الناس بقى لما تسمع الكلام ده دلوقتي رد فعلها ايه؟ في سينا ولا هنا؟ سينا. ابتدت تتعود. لا يعني متعود ان في قتل ولا عايز يخلص من الارهاب ده؟ لا طبعا عايز يخلص، والناس بقى عندها حالة من القلق انه ده يكون بعد كده مصيرهم طول الوقت. اللي بيحاولوا يقنعوا نفسهم بيه دلوقتي انه في تدخل المفروض هيحصل فهينقذهم من يعني اتون الحرب اللي هم مقبلين عليه بعد ان تحولت سيناء الى مسرح للعمليات. طيب الجيش هناك او القوات اللي موجوده بتعمل ايه؟ ليه احنا مش حاسين ان في مواجهه بشكل كبير جدا مع الاحداث في سيناء بحيث تبطل المسائل دي؟ ليه يقول لك في مواجهات انما كل يوم بيتكرر الهجوم؟ ده صحيح. اعتقد انه الجيش عنده استراتيجيه او خطه معينه في المقام الاول بيحافظ فيها على حياه المدنيين. والجماعات الارهابيه هناك غيرت من استراتيجيات مواجهتها لقوات الامن بشكل كبير جدا. الاول كانوا بيطلعوا بالليل وعلى كمائن معينه ومحدده، اشهرهم كمين الريسه. بعد شويه بقى في استهداف بالنهار، بعديها بشويه بقى في عمليات قنص. يعني هو طالع لك في عز الظهر وبسلاحه ده معناه ان انت مش موجود. ده معناه ان هو بيقول لك انت ولا حاجه، انت مش هنا، انت مش شايف انا بعمل ايه وانا بخارج بعربيتي اهو الظهريه، يلا بينا نضرب عسكري ونموته. ده صحيح. ده تحدي سافر للقوه على الارض واستعراض قوه بشكل مباشر جدا، ويعني ارسال رساله واضحه انه مش هنخلي ضابط او عسكري مصري سواء من الجيش او الشرطه على ارض سيناء. اعتقد ان الاشكاليه الحقيقيه اللي واقع فيها الجيش دلوقتي والجهات الامنيه انه الجماعات الجهاديه والارهابيه دي ابتدت تغير من الاماكن اللي بتستخبى فيها. كان مشهور قوي ان جبل الحلال هو معقل للارهابيين وهو بيحتوي على كل البؤر الاجراميه اللي بتتواجد في هذه الاماكن. الحقيقي بعد ما رحت هناك اكتشفت انه جبل الحلال فاضي ما فيهوش حد. انت رحت جبل الحلال؟ على اخر لحظه الغيت الزياره لانه اتاكدت من كذا مصدر انه ما فيش حد في جبل الحلال. امال هم فين؟ بيستخبوا في مزارع الزيتون دلوقتي، في مناطق زي الجورة والعجرة، ودي مناطق مأهولة بالسكان، ودي العقبة الرئيسية من وجهة نظري في تدخل الجيش يعني في المناطق دي. هو بيستخبى في مناطق مأهولة بالسكان ولا هو على علاقة بالسكان وقاعد معاهم؟ لا ما اقدرش. صحفية كلميني صح. انه على علاقة، لكن يعني انا لو اجى جاري لو اجى جاري معاه 5 RPG وقاعد في البيت وبيخرج يضرب كل يوم 2 ويرجع يموتهم، انا مش هبلغ عنه؟ أنا في وقعة حكيت لي لأحد السيناويين الشرفاء اللي راح بلغ فعلا عن وجود مجموعات إرهابية بالقرب من المنطقة السكنية اللي هو عايش فيها. اللي حصل بالظبط إن الراجل ده دخل يحلق في محل حلاقة شيخ فلان، بعد ما خلص استنوا بعد ما خلص الحلاقة قالوا له نعيما وقنصوه وسابوه ومشوا. قتلوه عشان بلغ عنهم. بالظبط. يعني مسألة القنص والاستهداف المباشر هناك لأي حد ممكن يتعاون مع الأمن علشان يدلي عن هذه الجماعات الإرهابية، الدم هو الحل. مين دول؟ قابلت حد فيهم الجماعات دي؟ قابلت. قابلتي؟ مين بقى؟ يعني أنا هتحفظ على اسمه على الجماعة اللي بينتمي إليها دلوقتي لحين نشر الحوار. أنا بعتقد إن هو هيكون من أخطر الحوارات اللي هتتنشر. أنت عملت حوار مع حد قائد يعني؟ أيوه. قائد وكانت تجربة صعبة جدا. جنسيته ايه؟ لا ثانية واحدة، ما انت صحفية، مفيش في الصحافة كده. جنسيته ايه؟ مفيش في الصحافة كده. جاوبت بلسان الهندسة.
نص مصري نص فلسطيني. نص مصري نص فلسطيني. وعرفت توصلي له عن طريق مصادر كتير، واخدت مفاوضات كبيرة في الموضوع ده، خاصة ان انا من جريدة الوطن، وهم بيعتبروا ان الوطن هو الاعلام الفاسد المضلل اللي كان سبب سقوط مباشر لمرسي. بس الحمد لله قدرت من خلال التفاوض ان انا اقنعهم ان اذا كنتوا انتوا بتعتبرونا احنا اعلام مضلل، فهذا الاعلام المضلل بيفتح لك صفحة تقدر تقول فيها رأيك، وبالتالي احنا بنلزم الحياد لاخر لحظة. مصدر وصلني المصدر وصلني ما المصدر. كنتيش خايفه يخطفوكي؟ هو انا قلقت شويه لما غموا عليا وابتدوا يغيروا من عربيه لعربيه في عمق الصحراء علشان ما اعرفش انا فين، وابتدوا يخشوا في مدقات واماكن مجهوله بالنسبه لي لغايه ما وصلت المكان، وفرضوا عليا ان انا البس عبايه سوداء وتحجيبه علشان كان معاك المصور بتاعك؟ عشان اقابل القائد ده، لانه ما ينفعش ان انا اقابله لابسه جينز وبشعري وحاجات كده. ممنوع. عملت الحوار، والحوار ان شاء الله هينزل على صفحتين. جميل. قال لك ايه؟ قال لي انه بيمهلوا الجيش والسيسي 10 ايام لمواجهه مسلحه، اما التراجع او المواجهات، وعندهم قوائم بالاسماء لاغتيال ضباط الجيش والشرطه في سيناء. قال لي انه السيسي كافر، وانه يتقمص دور بشار الاسد، ونحن نعد له نهايه القذافي. للسيسي نعد للسيسي نهاية القذافي. وده واحد نص فلسطيني نص مصري قاعد في سيناء ورئيس مجموعة، ولا ده الراجل الكبير بقى بتاع كل المجموعات، ولا ايه بالظبط؟ لا، هو اكبر فصيل مسلح، اكبر فصيل جهادي مسلح في سيناء، وهو بيعتبر ان عنده رجاله كفايه يواجه بيهم الجيش المصري في سيناء، وعنده استعداد ان هو يستعين كمان بقوات او بعناصر اجنبيه لده. فتح باب الجهاد وهيعلنوا الاستنفار العام. فتح باب الجهاد وهيعلن الاستنفار العام. ما علقلكيش على العمليات العسكريه اللي بتقوم بيها القوات المصريه في سيناء؟ ما قالكيش؟ هو بيعتبرها بالنسبه له مجرد عمليات تهويش، لكن هي مش هتقلل من عزيمتهم. وللاسف الناس عندها هناك او هذه الجماعات تحديدا عندها حاله تغييب يعني لا توصف بجد. هم شايفين دلوقتي ان هم سقوط مرسي وسقوط الاسلام، وان التفويض اللي طلبه الفريق السيسي من الشعب لنزول الجيش لمحاربه الارهاب هو محاربه للاسلام. الارهاب يساوي عندهم الاسلام، وأن سقوط مرسي هو سقوط الخلافة الإسلامية وسقوط الإمارة الإسلامية. لكنه أكد لي أن الإمارة الإسلامية هتمتد من سيناء ثم تنتشر إلى جميع ربوع مصر. الإمارة الإسلامية. أيوة، وهم لن يتوانوا عن تحقيق هذا الهدف. يعني هم بيحاولوا يخلقوا أفغانستان جديدة في شمال سيناء. سيناستان. في إيه؟ سيناستان. تمام، سيناستان جنب أفغانستان. طيب محمد، أنت إيه رأيك في الكلام ده يا محمد؟ كلام خطير وكلام مرعب، ويخليني أسأل أكتر من سؤال. السؤال الأولاني هو ماذا حدث بعد إعطاء الشعب المصري للتفويض للفريق السيسي؟ أنا مش عارف، أنا شخصيا طبعا في تعليقات كتير عندي، إنما إحنا يعني التفويض صدر، طب وبعدين خليني أكمل مع حضرتك في السكة دي تحديدا. أنا حينما يطلب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء تفويضا من الشعب، وحينما يعني يطلب الجيش المصري من الشعب، يعني هو اللي بيستدعيه هذه المرة لأول مرة في التاريخ تقريبا، ويقول له انزل عشان تديني تفويض لمواجهة إيه؟ لمواجهة العنف، الإرهاب والعنف المحتمل. إذا أنت تعد خطة بناء على هذا التفويض ستتعامل معه. فات أسبوع حتى الآن مفيش حاجة، أي حاجة حصلت. ده رقم واحد. رقم اتنين، هما بيقولوا إن هما قبضوا على ناس وتحركوا في قلب سيناء، بس إحنا مش شايفين حاجة اللي هي تقدر بيها تقول اتفرجوا ده في كذا لازم المواطن العادي اللي بيتابع اخبار الناس اللي بتموت في سيناء والعمليات اللي بتحصل في سيناء يشعر جيدا ان الجيش محكم سيطرته على سيناء، مش يبقى الموضوع عبارة عن حرب اشباح. لازم نبقى حاسين ان الكمائن اللي بتتعرض كل شويه، اللي بقى خبر عادي جدا في كل نشرات الاخبار وفي يعني على موائد التوك شو يوميا، ان في كمين اتعرض للضرب، ان في مدرعه استهدفت بR-PG، ان في ناس اختطفوا او قتلوا في سيناء. لازم الخبر دوت يعني احس انه ما بقاش موجود، على الاقل احس ان الجيش احكم قبضته على سيناء بالكامل. الحاجه الثانيه اللي حابب اسالها، ايام مرسي كان دايما يوجه الاتهام الى محمد مرسي بانه يتستر على قتلة جنودنا في رفح.
السؤال دلوقتي اين قتلت جنودنا في رفح؟ يعني اذا كان مرسي اتشال، فانا محتاج اثبات عملي من الجيش بتاعنا، الجيش المصري العظيم، انه عندي الناس اللي قتلوا ال 18 جندي من ولادنا في رفح في رمضان من سنه كامله، اقدمهم للعداله، اقدمهم سالت الراجل ده عن ال 18 جندي المصري؟ قال لك ايه؟ قال لي انه الموساد هم اللي عملوا كده مش هم. الموساد. انما هو اللي بيقتل النهارده. هو اللي بيقتل النهارده عشان بيدافع عن الشريعه. طب ما احنا لسه بنصلي وفي صلاه تراويح في كل انحاء مصر، الشريعه ما راحتش في حته يعني. لا، هو شايف انه ما فيش شريعه وانه الاسلام الى زوال بعد سقوط دوله مرسي. الراجل ده بيتكلم بجد يعني؟ بيتكلم بجد. الاسلام اللي هو لم يحدث معه شيء بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام نفسه. انما هو خايف. هو من ضمن الحاجات اللي الحقيقي كمان قال لي ان هم عندهم اتصالات مباشره وليهم اعضاء موجودين في اعتصامي رابعه العدويه والنهضه، وانه في اتصال مباشر ما بينهم طول الوقت للتحرك على الارض. ويمكن ملحوظه انا لاحظتها انه لما الدنيا بتولع في القاهره الدنيا بتهدى في سينا، ولما بتولع في سينا بتهدى في القاهره. وده مش ممكن يمر مرور الكرام. يعني اعتقد انه في تنسيق ما لمزيد من الضغط بطريقه ما على القرار السياسي وعلى التحركات في الشارع، بتنسيق مشترك ما بين الناس في سينا وما بين الناس في القاهره في المحافظات الثانيه. محمد، اذا كان هو ده الكلام، رايك ايه بقى في حديث البرادعي او جزئيا الكلام العام بتاع المصالحه؟ مش هكلمك عن حديث البرادعي، انت قلت لي انا ما قريتوش كله عشان ما اقدرش احكم عليه، انما الحوار عن التفاوض والمصالحه، هل التفاوض والمصالحه يخلي الناس زي دي تسكت؟ اكيد لا، يعني قولا واحدا اكيد لا. لكن اللي بيحصل دلوقتي ان الدكتور البرادعي بيحاول ان هو يتحدث بالاسلوب الذي يفهمه الغرب، وانه بيستدعي التجارب. يعني من بعض ما قراته في الحوار ان هو استدعى النموذج بتاع جنوب افريقيا في المصارحه والمصالحه، وانا مصمم ان احنا نسميها المسمى الصح، المصارحه والمصالحه. المصارحه تعني ان احنا هنتكلم خلاص في الناس اللي قتلت وهنسلمهم، الناس اللي في ايديها دم هتتحاكم وهتتحاسب، ثم بعد ما يحصل الكلام دوت تحصل مصالحه عامه عشان عندنا بلد محتاجه تتبني. وده الكلام اللي قاله الدكتور البرادعي. انما حابب يا استاذ محمد بعد اذنك اني اتكلم بمنتهى الصراحه في شعوري الشخصي والمهني بان هناك يعني نوع من انواع تصفيه الحسابات مع الدكتور محمد البرادعي. وبقول اي سياسي في العالم في ناس معاه وناس ضده، وفي ناس هتهاجمه وفي ناس هتأيده. بس انا عندي مشكله في التوقيت. ماشي، خلينا نتكلم في التوقيت، في الاسلوب كمان. بالظبط، خلينا نتكلم في توقيت الهجوم على البرادعي وليه وايه اللي هيحصل بكره في مصر، ودور البرادعي في الفتره القادمه اللي هو حدده لنفسه وقال لك انا ببني جيل من الشباب الديمقراطي، انا هخلص واحط مصر على الطريق وامشي، مش عايز رئاسه او عايز غيره. الكلام ده